ايه اغرب علامة ممكن جسمك يبعتها لك ويقولك ان الكبد مش تمام وانك محتاج تكشف؟ للاسف في اعراض ناس كتير بتتجاهلها، فلما بنسمع ان في مشكلة في الكبد اول حاجة بتيجي في بالنا هي اصفرار العين، لكن في الحقيقة ان الكبد ممكن يديك علامات اغرب من كده بكتير، زي مثلا حكة شديدة او هرش في الجسم من غير سبب واضح، كدمات بتظهر بسهولة او نزيف من اللثة، تورم في الرجلين او انتفاخ مفاجئ في البطن، ريحة نفس غريبة وبتكون مميزة في الحالات المتقدمة. كمان نوم كتير بالنهار وسهر بالليل مع تشويش أو نسيان، وده ممكن يكون علامة لاعتلال دماغي كبدي. وأحيانا أول علامة بتكون قيء دموي أو براز أسود بسبب دوالي المريء. المشكلة إن في ناس كتير بتفتكر إن دي أعراض بسيطة، وهي ممكن تكون إنذار إن الكبد مش شغال بكفاءة. فلو عندك أي عرض من دول خصوصا لو مستمر، ما تستناش، راجع طبيب جهاز هضمي وكبد بدري، لأن الكشف المبكر بيفرق جدا في العلاج. أنا دكتور حسام حسني، وبتمنى لكم دايما الصحة والعافية. تتقوي ضفعة السودان.